السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوتي العزاز؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في الف خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن احوال. كما كتشوفوا على الموضوع ديال ختنا سعاد، الحمد لله على سلامتها. دارت عملية، فرحنا بزاف بزاف. مهم خرجت على خير وبخير، واخا مسكينه باقي يديها ثقيله. الحمد لله كنتمنوا ليها الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يخليها لوليداتها. راك شفتوا كيفاش تلقاو ليها وليداتها، والله الا تاثرنا بزاف وفي نفس الوقت فرحنا. والله العظيم اذا فرحنا اخوتي العزاز. كما قالوا الناس، الولد دق الباب وسمع الجواب. غنجاوبو كما قال خونا طامو الفرشه. الصراحه كنحييك من هذا الفيديو هذا، تبارك الله عليك. وزيد وزيد وزيد، عطي لباباهم علاش كيقلبوا. والله الا الله يعطيك الصحه، كتدخل فيهم طول وعرض، ما عندهم علاش يحشموا في الصراحه. مازال ما بغيتيش تحشمي المفرقعه الصغيره. حنا قلنا في هاد وربما على الله وعسى تحشمي وتمشي وتطلبي السماحه من امك، ولكن مع الاسف مازال زايده فيه كتقولي داكشي غير تمثيل. واش كتشوفي الحاله ديال الام ديال كيفاش دايره؟ مازال ما كدوي مسكينه، واخا الحمد لله خرجات جات للدار ولات مزيان، ولكن مازال ما كدويش، ومازال انت زايده فيه كتقولي غير تمثيل. ماشي حشومه عليك، ولكن ما قالك الزين كيحشم على زينو والخيب غير لهضه الله. ما عندك علاش غتحشمي؟ المسخره كي مسختي علاش غتحشمي؟ باقي عندك شي حاجه على ما غتحشمي؟ داكشي علاش كيحشموا الناس، انت راكي صافي ساليتي منه فقدتيه، وعلاش غادي تحشمي؟ جالسه حدا باك مفرقعه مشتته تما، اللحم مشتت كما كيقولوا، اللحم مشتت والثلاجات خاويين. هي هادي ديالك انتي. شنو نقول لك؟ والله ما لقيت ما نقول لك. عطيو لباباها علاش كدور. صراحه كنحييو الخزان، كنشكروك بزاف، تبارك الله عليك. وقفتي لهم دوك القنوات باش مفرعنين، ديال المفرقع وديال السريعه، وزيد عليه المفرقعه الاخرى، وزيد عليه عاد ديك مشعككه ديك الصغيره. الصغيره باقا صغيره، لافوت ماشي ديالها، ديال اختها المفرقعه. اما الصغيره كنقولوا باقا صغيره، باقا ما وصلهاش العقل. ولكن كلكم راه كبرت، ما بانت ليا قصيره فيكم، ما بانت ليا كاع شي وحده قصيره تما. والله يهديكم على راسكم قبل ما يفوت الفوت، قبل ما يفوت الفوت. الله يهديكم، الله يهديكم على راسكم، تمشيو تصالحوا مع امكم. وكنطلبوا زعما في الصراحه، كنطلبوا يهديكم الله بحدكم باقيين صغار. اما الا جلستوا حتى يفوت الفوت، يا ويلكم. باغا تشري المحل على ظهر امك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا الا ما دويتيش على امك اشنو غيوقع لك كاع؟ الا ما درتيش فيديو على امك صافي ما كتلقاي ما تقولي. كما قال خونا طامو الفرشه، عاودي لينا شنو وقع. تبارك الله عليك طامو الفرشه، كنشكروك وكنحييك من هذا الفيديو. عاودي على راسك اش وقع لك، وديري فيديو على راسك، وشري المحل على راسك. من المشكل ديالك نيت من نفس داكشي اللي وقع لك، وخلي عليك امك. هذيك راه كتبقى امك زوينه، امك خايبه، امك دير لك اللي بغات دير لك، كتبقى الام ديالك. فهمتي؟ حنا ما كناديوش والدينا ولاو يديروا اللي بغاو يديروا. وصانا الله وصى الرسول عليه الصلاه والسلام، امك ثم امك ثم امك، الجنه تحت الاقدام الامهات. الله يهديك، الله يهديك على راسك. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يوقف الله مع الخزان، ويوقف مع القنوات. وشكرا يوسف الزروالي، طيروا لهم القنوات، راكم كتجاروا وفرحتونا. هاد الايام بعدا راه واقفين ليهم، راه تهنينا منهم هاد الايام. كنتمناو ان شاء الله يتحيدوا لهم نهائيا باش يرجعوا للزلط ديالهم القديم. لان بنادم فاش كيكون عنده الفلوس شويه زايد كيطغى، وهادو طغاو على امهم بزاف.
بغينا نسولوك السي عمر، مرحبا. بالنسبه للام ديالك شنو كتعني لك؟ انا الام ديالي هي الحياه ديالي. الام ديالي هي الحياه. علاش؟ فإن مشى ليا الوالد ديالي تقريبا هذه 20 سنه، وبقات ليا غير الام هي اللي عندي بعد الام ديالي الزوجه ديالي، بعد الزوجه ديالي عندي الاولاد ديالي. الله يشد لي الصحه ديالي والصحه للوليدات جميع المسلمين ان شاء الله. بالنسبه لهادو اللي كيكرفصوا في والديهم، الام راه شي حاجه في الحياه، شي حاجه في الدنيا. الام تيوصي عليها الله سبحانه وتعالى. قالوا له يا رسول الله حق الاول من قال له لامك ثم امك ثم امك ثم ابيك وثم زوجتك. شوف الوالده عندها ثلاثه الحقوق، والوالد الرابع والمراه الخامس. علاش ما قالش الله سبحانه وتعالى ثم ابيك؟ ما قالش ثم ابيك. بعد الام ثلاثه المرات عاد قال ابيك ودار الزوجه ديالك. علاش ما قالش الزوجه ديالك؟ كيفاش الله يعني الام هي كل شيء، ام مقدسه. لقاش الام تكرفصات 9 شهور في الكرش وعامين في الظهر والخدمه والرضيع والصهير. يعني الام راه ما ترد ليهاش داك الشيء اللي دارت لك. واخا دير ليها ليل ونهار ما ترد ليهاش داك الشيء اللي دارت لك. الله يرد بينا، واللي خارج الطريق الله يردو له. انا في الحقيقه كنتفرج في هذه القنوات هادو وكنتفرج في هذا الشيء هذا. في الحقيقه هذا الشيء تيألم بزاف. بالنسبه لهاد السيده اللي قالت لك خص الام ديالي تجي تركع ليا، عاد نسمح ليها. الركوع والسجود لله سبحانه، من غير الله ما تسجد لشي واحد. ولكني الله سبحانه وتعالى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له كون امرني الله سبحانه وتعالى نسجدوا لبني ادم كون يسجد للاب ديالو والام ديالو، ولكن ما امرناش الله باش نسجدوا للمخلوقين. الانسان يعبد الله والرسول وبالوالدين احسانا. واش كاين شي واحد غادي يمشي عنده ولده، يمشي عنده الام ديالها باش تركع عليها في الرجلين ديالها؟ راه حشومه عيب وعار. هادشي هذا راه ماشي من الفصول ديالنا، ماشي من الدين ديالنا، ماشي من الاصل ديالنا. حنا ما عندناش هادشي هذا. انا كنعرف الام الاب كل واحد وبلاصتو. ولكن الناس طغاو، الناس تابعين الفلوس. الله يهديهم. الانسان راه كلشي غنتحاسبوا عليه، راه غنتحاسبوا على كلشي، غنتحاسبوا عليه. الناس دابا تابعين الفلوس باش يديروا السيارات، باش يديروا الديور، باش يديروا على الفلوس. غنتحاسبوا على طاعه الوالدين، غنتحاسبوا على الدين ديالنا والعمل ديالنا، الاحسان للجيران، الاحسان للوالدين، كلشي غنتحاسبوا عليه. اش غنقول الله سبحانه وتعالى الا كانت الام ديالي ما كنهضرش معاها وكتسخط عليها ليل ونهار؟ تسخط الله وراه ما غاديش. شوف السخط ديال الاولاد على الوالدين راه ما مقبولش عند الله. ما عرفناش شحال غنعيشوا في الحياه، والى انسان مات من غداش غتقول الام ديالك هاد الاخت هذه اللي كتعاير امها، اش غنقول الام ديالك؟ ولا تكون امك خايبه، ولا تكون خايبه ما فيها ما كتبقى الام. وإن ربي قال هو اعبدوا الله والرسول وبالوالدين احسانا. موسى عليه السلام كيدعي لفرعون 40 عام. هو كيدعي لفرعون كيقول يا ربي لما قتل هذا، وما بغاش يقتلوه. علاش فرعون ما بغاش الله سبحانه وتعالى ينتقم منه؟ وسيدنا موسى كيدعي فيه لان كان هز مو عجوزه، مو كانت مراه كبيره في 100 عام ولا اكثر، كان هو اللي تيوكلها ويشربها برضا ديال الام. حماه الله سبحانه وتعالى من داك العذاب. حماه الله سبحانه. فرعون شنو هو؟ فرعون تيقول انا هو الله، انا هو ربكم الاعلى. ونهار مات تمو غرق في البحر. نهار مات تمو حرقوها، ولا عالم الله شنو داروا ليها، غرقوا الله في البحر. مشى لان الام اللي كانت كتهز عليه صافي. عاد عرف سيدنا موسى عليه السلام ما كانش عارف بان ربي ما بغاش ينتقم منه، بان هزمه ربي قاد على كل شيء. هذا كافر بالله، ما بغاش يحرقوا في الدنيا حتى تمتموا. عاد دفنوا، عاد غرق في البحر. كي غنقولوا حنا المسلمين تنشهدوا كنصليو كنصوموا كنديروا كل شيء، وفي نفس الوقت كنعصيو والدينا. هادو هما اش كيتسموا هادو المنافقين. الله يهديهم. اش غنطلبوا لهم؟ الله يهديهم. الا ما هداهمش الله
سيدنا محمد كان تيدعي على عمو عبد طالب، الله اعلم، كيقول يا عمي اشهد وانا نضمن لك البيت في الجنه. قال له ما نقدرش العباده ديالي، انا ما نقدرش العباده ديالي، انا خايف من قوم قريش، انا ما نقدرش العباده ديالي بان انا كنخاف من قوم قريش. الله سبحانه وتعالى نزل عليه الايه يا محمد لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. والله اخوتي العزاز اش غنقول لكم بصراحه، شكون جاي يبرد لينا القلب في هاد المشوهين هادو؟ ما كاين اللي كيعطيهم الدق وما كاينش اللي كيشرشمهم قدك عطاهم الفرشه. تبارك الله عليك. وعرفتي شكون زاد عليهم دابايا؟ زاد عليهم رضا ولد الشينويه، هو اللي غيعطيك الراس المفرقعه والمفرقع والسريعه، هو اللي غيشرشمكم مزيان. شتي بغيتو غشوها، بغيتو غير الضحكه، بغيتو غير تشوهوا في المغرب، ها هو جا اللي غيشوهكم. اللي ما كيحشم ما كيرشم، ما كاينش اللي غيعطيكم الدق وما كاينش اللي غيشوهكم. غيبقى يتفرج في الفيديوهات ويبقى يعطيكم قدك ولد الشينويه، واخا كيعطيهم تا طامو الفرشه. تبارك الله عليك، كتجدر ليهم صراحه. راه اش غنقول لك، والله العظيم الا كتبرد لينا القلب فيهم، لان هاد العائله هاد العائله مشوهه ما عندهاش علاش تحشم. جالس مجبد وحاط بناتو قدامه، اللحم مشتت، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وسيروا استروا راسكم وعلى الله وعليكم، واستروا راسكم واستروا راسكم، حشومه عليكم، واتقوا الله فمكم، اتقوا الله فمكم، والله يهديكم على نفوسكم. مازال غتندموا كاع على هذا الشيء. وكنشكر القنوات كاملين، كنشكر الخزان، كنشكر القنوات بلا ما نسمي باش ما حتى واحد ما يبقى فيه الحال، لان واقفين وقفه مع الام مغربيه وواقفين مع سعاد. وكنشكر المنتقدين اللي كيعطيو، اللي واقفين مع سعاد كيعطيوها الدق لدوك المفرقعين والعائله المشوهه. وتبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، زيدي عطيوهم. علاش كيدوروا؟ لان هما اللي ما بغاوش يحشموا، هما اللي كيزيدوا كيطغاو. تبارك الله عليكم.